السلام عليكم، يسعد لي يومكم. أنا نورة وأتمنى أموركم بصحة وعافية. اليوم فيديو ظريف من أشياء سابقة استخدمتها في الفيديو السابق، وراح أحط لكم إياها الرابط فوق. أدوات شريتها عشان أسوي فيها العمل حق عيديات الكبار واستغليتها من جديد. الحاجات اللي أنا نستخدمها آم، يعني متنوعة على حسب اللي أنت ترغبينه. أقمشة، دناديش، خيوط، اللي أنت تبغينه. بنسوي 3 أشكال سلاسل. أول واحد بسيط، فكرة إن أنت تشترين تعليقات أو شيء بتعلقينه في السلسال. أنا هنا استخدمت تولة هذه تولة العود. فتحت فيها فتحة، وبعدين خرمتها، ثبت عليها حديدة تيجي هي مع بعض. شوي السلاسل موجودة طبعا، كل الأدوات موجودة في مكتبة الشرق يعني. متوفرة هذه السلاسل. الزراديات لا، أنا من زمان عندي. نفتحها ونعلق فيها اللي نبغاه، التعليقة يعني. والدناديش بعد أنا راح فيديو عيديات الكبار موجودة شلون طريقة الدناديش، هذه كلها أنا مسويتها التعليقة. بعدين ثبتها فيها، بسيطة وسهلة. وزي ما قلت تقدرين أنت تضيفين الشيء متوفر عندك، شيء أنت تروحين تشترينه ونثبته على السلسلة هذه. أحس إنها من يعني أسرع السلاسل. جدا بسيطة، بس هي تحتاج لها قوة لأن السلسلة هذه صايرة شوي متينة، فيعني يبغى لها قوة وأنا أفتحها بالزرادية. بس أحسن، كل ما صارت متينة كل ما صارت إنها أحسنت يعني. مع الاستعمال وكذا ما راح تطيح التعليقة ولا راح تنفك منك. والطول على حسب الطول اللي أنت تبغينه. ثاني سلسال اللي هو بالأقمشة. أقصص أقمشة بشكل مستطيل، يعني بشكل طولي. إذا كان القماش ما يكفي أثبت القطعتين بسراجة سريعة يعني، بس إنه اسم إنها تثبت. ليش أفضل السراجة على صمغ المسدس؟ لأن صمغ المسدس يعني بيعطيها سماكة وما راح تنصفط معنا. بعدين أثبتها من الطرف، أجمع كل الثلاث أنواع وأبدأ أسوي لها جديلة ضفيرة على طول القطعة، على حسب اللي أنا أبغاه. ممكن بدال ما أنا أجدلها، لا، إن أبرمها أو أسوي فيها فكرة ثانية. بعدين أجيب شريطة باللون المناسب، لون مغاير مرة يعني فسفوري أو شيء. كنت أتمنى أحط فسفوري بس إنه ما صار عندي. أثبت قطعة عشان ألفها عليها، وقطعة اللي هو اللي أنا بربطها على الرقبة. تشوفين هنا أنا حطيت قطعة طويلة، بعدين جبت قطعة مستطيلة صغيرة لفيتهم على بعض عشان أثبت كل القطعتين على بعض. وبكذا صار عندي شيء أنا أقدر أربط عليه يعني أسكرها فيه. وممكن لو أنا عندي زي السكاك أو شيء أسوي، بس الشريطة أحسن عشان أخليها بالطول اللي أنا أبيه. هنا سويت 3 بومبوم الكور. بعد بتلقونها في فيديو العيديات أنا مسويتها. خليت لونها ذهبي، وأضفت هذه الدندوشة جاهزة من مكتبة الشرق. بس حبيت يعني، حسيت إنها أجمل لو أنا أحط فيها يعني. حسيتها بدونها لما لبستها لا، فيها شيء ناقص، فأضفت فيها هذه. نفس هذه الدندوشة البيضة، ممكن أنتِ تقولين لا أنا أبغى لون جديد يعني، بتطلع بعد حلوة. هذه أسهل شيء. 3 شرايط، بس الشرايط يعني زي كذا البومبوم. تلقونها في كل محلات الخياطة في الرياض، في كل الأماكن بتلقونها غالبا. قصصتهم بأطوال مختلفة عشان إذا لبستهم يطلع واحد قصير أطول. بعدين نفس فكرة السلسال السابق، أضفت شريطة عشان أربطها فيها. مرة سهلة ونتيجتها رائعة. ويصلحون يسوونها البنات الصغار إذا تبغون شيء للعيد. يعني مرة صراحة ظريفة إنه نقدر نبتكرها بسرعة، ما يحتاج لنا مهارة أو شيء. شفتوها شلون ثبت بس فيها شريطة؟ هذول ال3 أنواع مرة سهلة. هذه أسهلهم، إنها ما تاخذ وقت ولا تاخذ خامات، يعني أدوات كثيرة. تناسب كثير ألوان، خاصة إذا كانت الجلابية أو الفستان سادة. حلوة نسويها مع بناتنا الصغار، مع أخواتنا. آم، حلوة يعني، ممتعة إن مشاركة معاهم يلبسونها للعيد أو في رمضان الحين. رمضان الجاي إن شاء الله يلحقنا على خير، وإن شاء الله يمديكم رمضان هذا تلبسونها وتسوونها. لبستها أنا في فيديو غبقة اللي نزلته أمس. لبست فيها واحد من السلاسل، هو اللي حمسني إني أسويها. دعمكم لي باللايك والسبسكرايب يسعدني.